السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة اهلا بيكم في فيديو جديد. احنا النهاردة ولا معانا حكاية تخصني ولا معانا معلومة علمية. احنا النهاردة هنخرج مع بعض بعد الشغل ونروح لمكان كان احد المتابعين طلب مني ان انا اروحه، ويا ريت اعرف البي كل طلبات المتابعين اللي معايا واعرف يعني اقول لكم كل المعلومات اللي انا اقدر عليها. دلوقتي احنا خرجنا من الشغل ورحنا في اتجاه العتبة. يا ترى رايحين فين؟ رايحين لشارع المعز لدين الله الفاطمي. انا هروح للشارع المعز لدين الله لغاية اخره باذن الله تعالى مشي، عشان افرجكم على شوارع القاهرة القديمة كلها. وبجد بجد حاجة جميلة. وعلى فكرة وانا معاكم وبصور الفيديو كأني اول مرة اشوف الاماكن دي، مع اني رحتها كتير جدا زمان، وكانت تقريبا طفولتي مع يعني مش طفولتي، يعني من اول اولى ثانوي كده قعدنا 3 سنين دي قعدتنا المفضله في الحسين والمعز. فطبعا يلا بينا تعالوا نشوف احنا رايحين فين. اول حاجه دخلنا منطقه العتبه، عدينا من مناطق الاحذيه ودخلنا في منطقه الهدوم. طبعا مش قادره اقول لكم المناوشات والمشاكل اللي حصلت لي عشان بصور. منطقه العتبه منطقه شعبيه جدا وكنت هضرب بصراحه، بس الحمد لله خرجت منها على خير. ومشيت في منطقة الهدوم ديت علشان اخرج منها على ميدان العتبة. هنخرج منه حالا دلوقتي. فضلت ماشية الشارع ده عشان الشوارع زحمة جدا جدا، انا بصور بالعافية حرفيا. الشوارع زحمة كانت قوي، وبعدين انا نزلت الجمعة فكتر يعني ذكاء خارق ان انا انزل يوم الجمعة. فطبعا زحام غير طبيعي، والحمد لله انا لاغيه الصوت. كنت سمعت الصوت انهيار عصبي. هنا وصلت لغاية ميدان العتبة الحمد لله. المكان ده هو المطافي. لو فاكرين فيلم اسماعيل ياسين بتاع واحمد مظهر، الفنان احمد مظهر، كانوا مصورين الفيلم هنا في المطافي لما باعوا المطافي وصباح. وصلت هنا اسم المسكي. طبعا كنت هتمسك برضو على فكرة، يعني الناس اللي واقفين العساكر منعوني اصور فمشيت على طول، قالوا لي لا ممنوع. لو تفتكروا القبة دي موجودة في العتبة، القبة دي من عصور قديمة قوي، كانت مبنية، كانت أجمل من كده بكتير زمان. كده أنا وصلت لشارع الأزهر، وهنا دي العتبة بقى، يعني دي كده العتبة كلها. وهنا في الشمال كده هو اللي هو يؤدي إلى شارع الجيش. تمام. واديني ماشية في شارع الأزهر تحت الكوبري الأزهر. وصلت الرجب العطار، ندخل بقى نشتري لنا شوية حاجات. خرجنا. المسجد اللي على شمالي ده اللي انا هصوره لكم دلوقتي اسمه مسجد القاضي يحيى. مسجد القاضي يحيى ده تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الازهر، وهو اساسا كان مدرسة. شايفينه؟ مساحته 684 متر. القاضي يحيى بناه سنة 848 هجريا، ما يوازي 1444 ميلادية. طبعا عايزة اقول لكم ان انا قعدت سنين فاكرة جامع بنات، عشان كده هناك المنطقة اسمها جامع البنات. كده ده شارع بورسعيد، والشارع اللي كان الناحية التانية ده كان شارع الازهر. انا دخلت شارع بورسعيد ان شاء الله، واحنا راجعين نرجع من الازهر، من شارع الازهر. طبعا مفروشات وحاجات تحفة جميلة. خلصت جزء من شارع بورسعيد وده كسرت يمين فدخلت شارع الموسكي. انا بحاول على قد ما اقدر اوريكم الشوارع، بس والله ما كنتش عارفه اصور من الزحمه. الزحمه كانت جامده جدا، وكمان كان في ناس بتمنعني اني اصور، فكنت بقفل الكاميرا. مصليات وحاجة الحجاج، العبايات وفي مكان في زي سنتر كامل بيبيع حاجة الحجاج، بس العبايات والحاجات الخاصة بالحج والعمرة. ف يعني والله مكان جميل، بس يعني نصور فيه والدنيا فاضية مش زحمة كده. يعني الدنيا كانت زحمة قوي وكنت فعلا مش عارفة امشي. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر يعني اصور سوق الطرح، يعني برضو في اختلاف في الحاجة كبير،
وبيناسب كل الاذواق. يعني منطقه شعبيه بس حاجات جميله وفيها سياح كتير قوي. يعني فيها اجانب وفيها من افغانستان ومن الهند ومن اليونان، وانا شفت الناس كتيره قوي في المنطقه دي في المكان ده. وكان في حد شكله مهم يعني اليوم ده كان في حد مهم، فهوريكوا دلوقتي. سود العبايات. انا كده ماشيه في شارع الموسكي، دخلت شارع الموسكي من بورسعيد، يعني عديت المسجد بتاع يحيى القاضي ودخلت شارع بورسعيد وبعدين كسرت يمين. من اول هنا بقى الناس بدأت تبقى كويسة جدا. يعني الراجل ده ربنا يكرمه ويوسع رزقه. قال لي صوري براحتك. خلاص بقى بدأت اصور بأريحية شوية. الناس بدأت ما تتشكلش معايا. انا كده دخلت في نطاق الحسين، بدأت الحاجات التوابل والتمر هندي والكركديه اللي هم البودر والمسك حجر المسك. بدأت اللبس اللي هو ال- العبايات اللي هي اي حاجات، الحاجات اللي هي بقى دخلنا بقى في قصة في نطاق الحسين بقى كده، في الحاجات اللي هو احنا كده عدينا شارع الموسكي. الراجل ده برضو شخصية محترمة جدا، خلاني اصور براحتي. عنده حاجات فيها احجار كريمة حلوة قوي، حتى هيرجعني اصور لورا. ربنا يوسع رزقكم والله. كل حد يعني كان ذوق معايا وما ما بقى كانش كده جامد وطريقته بشعة معايا. الحمد لله يعني انا ما زعلتش يعني، بس هو كان في ناس طيبة وكويسين كتير. ايوه هي دي العبايات اللي انا بتكلم عليها، اللي هي بقى ايه، الحاجات اللي هي السياحية بقى. بدأنا دخلنا في ايه، من الشعبي. هتلاقي الدنيا اهدى، الزحمة قلت، وبدأنا بقى ايه في الحاجات اللي هي زي ما انتم شايفين كده، شنط الهاند ميد، حاجات اطفال وحاجات فرعونية طبعا عشان السياحة. حاجات جميلة جدا بجد. والله انا رحت الحسين النهاردة كأني ما رحتهاش قبل كده، من التمعن في الحاجة واني لوحدي وذهني صافي وبتفرج على الحاجة معاكم عشان هشرحها لكم. بصوا التماثيل حلوة ازاي. ده في ايوه تمثال ام كلثوم ورا اهو مع الفراعنة، صناعة الورق البردي. حاجات يعني ما شاء الله، اللهم صل على النبي يعني. محمد صلاح اهو، عادل امام، عاملين شخصيات من الماضي وشخصيات من الحاضر. البفات دي يعني عاملين زي الناس اللي هي القعدات العربي، الناس لما بتقعد على الارض. كان عندنا منها في شقة عين شمس، كان عندنا 2. وصلنا مسجد الحسين. انا لو وصلت مسجد الحسين بجد اتخضيت. انا بقالي 4 سنين ما روحتش هناك، بس ما اعرفش ان هم عملوا سور كده، سور حديد ما حدش يعرف يدخله. سو حاولت اصور على قد ما اقدر بس طبعا كان من بعيد. بعدين زي ما قلت لكم كان شكل في حد مهم جاي، فكانوا قافلين خالص وكان في شرطة كتير وامن وطني. فكان صعب قوي ان انا ابقى اصور. خرجت من نطاق جامع الحسين ودخلت عشان نشوف شارع المعز. بس طبعا قبل ما نوصل لشارع المعز دخلت في الشارع ده. الشارع ده بيؤدي الى خان الخليلي. طبعا الحتة دي من 30 سنة هبقى اجيب لكم الصور مختلفة تماما. كنا لينا مكان كده فاضي بنقعد نجيب، كان واحد صاحب بابا حسن بيجي ويضرب عود. كنا ممكن نقعد 4 أو 5 ساعات نستمع ليه. طبعا انا ما كنتش بحب الكلام ده لاني كنت صغيرة، ما كنتش بستمتع بالكلام ده، ولكن المكان كان هادي جدا. المكان ده طبعا في احجار كريمة وفي محلات ذهب، في محلات فضة، وفي محلات زي ما انتم شايفين كده الاطباق دي. يعني مكان راقي جدا. ده كده دخلت في خان الخليلي، على يميني مول خان الخليلي، وبعد كده محل التحفة ده. بصي من كتر ما شاء الله ما الازاز نضيف انا باينه جوه الازاز او انا احجار كريمه وحاجات جميله جدا.
خرجنا، دخلنا بقى شارع المعز لدين الله الفاطمي. مين هو المعز لدين الله الفاطمي؟ هو كان حاكم مصر في الوقت ده، وسمي الشارع باسمه تكريما ليه، وهو من باب الفتوح لباب زويلة. هنا بقى وصلنا لمجموعة السلطان قلاوون. أول حاجة هتقابلنا مسجد الناصر محمد ابن قلاوون. كده أنا في وش مجموعة السلطان قلاوون، واحنا راجعين هنتكلم على المنطقة دي أو الجزء ده والمشربية الجميلة دي اللي بقالها قرون أو أعقاد من الزمن. سلطان ناصر ابن قلاوون اتولد سلطان ناصر سنة 1285 ميلاديا، وتوفي سنة 1341 ميلاديا. وكان مولده في القاهرة ووفاته برضو في القاهرة. وهو مسك الحكم بتاع البلاد في سن صغير قوي بعد مقتل أخوه قتبغة، وكان الحاكم الفعلي للبلاد في الوقت ده العساكر المماليك، ما كانش هو لأنه كان في سن صغير. ولكن المسجد التحفة المعمارية دوت أعيد بناؤه وتشييده أكتر من مرة طبعا عشان الزمن والوقت، وأول مرة تم تأسيسه سنة 1303 ميلاديا، وكان بيتم فيه تحفيظ القرآن، وهو عبارة عن مدرسة اهو. بصوا، مدرسة السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. طبعا دي يافطة جديدة طبعا، أكيد وزارة الأوقاف اللي حطاها كده. مدرسة سلطان برقوق أنشأها السلطان الظاهر برقوق. بدأ في إنشائها سنة 1384، أخدت سنتين عشان يتم بنائها يعني، وتم تأسيسها سنة 1386 ميلاديا. وطبعا يعني تحفة معمارية زي ما انتوا شايفين كده، يعني بقالها حوالي 700 سنة. طبعا أكيد هيئة الآثار ووزارة الأوقاف مهتمين بيعيدوا تصليح أي حاجة أو أي صدع بيحصل، ان فعلا في تجديدات كتيرة قوي في شارع المعز، وهنشوفها دلوقتي سوا. خلاص انا خلصت وبدأت اكمل مشي. طبعا شايفين الزلابية الحلوة دي بس طبعا ما ينفعش ناكلها عشان الدايت، ما ينفعش. لا، وكمان غزل البنات، يعني كل المغريات موجودة. بصوا الكلام مكتوب بطريقة جميلة ازاي. ده بقى مسجد الأقمر، ده والله أول مرة أشوفه. مسجد الأقمر ده من أيام الدولة الفاطمية، بناه الوزير المأمون بأمر من الحاكم بأمر الله، وسموه الأقمر على أساس إن هو يبقى حاجة منيرة كده. الحجارة بتاعته كانت بيضاء جدا، ناصعة البياض في الوقت ده، فعلشان يبقى زي الأزهر يعني يبقى مسجد له اسم مميز. تم تأسيسه سنة 1126 ميلاديا، وقعد سنة في بناء، يعني هم بدأوا بناء 1125 ميلاديا، وتم تأسيسه في 1126 ميلاديا. لقيت يافطة مكتوب عليها شارع المعز، الحمد لله. جمال المباني لا يوصف بصراحة. سليمان أغا السلحدار، ده تم إنشاؤه في عهد محمد علي. ده جنب حارة اسمها حارة برجوان، هنصورها بالتفصيل واحنا راجعين. لو تفتكروا الفيلم بتاع يوسف شعبان والأستاذة نبيل عبيد، تم هو جنب حارة برجوان. تم إنشاؤه سنة 1839، وهنا اليافطة دي مكتوب إن هو تبع وزارة الأوقاف. يعني لقيت محل فيه
حاجات لذيذة كده وصور، حاجات اللي بتتلزق، فقلت اصورها لكم. رجعت مشيت تاني في الشارع بتاع المعز، لقيت شارع النحاسين. شارع النحاسين ده، الشارع ده اللي انا كنت لسه بصور فيه مدخله، لو فضلنا ماشيين لاخره هنرجع العتبة تاني. هو موازي لل... للازهر. ده مسجد اسمه الكشكية، مسجد ودور تحفيظ قرآن. وده مكتب بريد المعز لدين الله الفاطمي. هنا بقى المكان اللي بيصوروا فيه الديكورات، لقيته قلت اصوره لكم، شكله حلو قوي. الديكورات اللي بتبقى خلفية في السيشنز هنلاقيها شكلها يعني حلوة، يعني قلت اوريها لكم يعني. ورا الديكورات لو خدتوا بالكم الاصلاحات اهي، في مباني بتتبني جديدة لسه. وكده وصلنا لمسجد الحاكم بأمر الله، ويعتبر مش مسجد، ده حصن، يعني ده كان حصن وأحد أبواب القاهرة القديمة اللي هو باب الفتوح. المسجد رهيب بصراحة. بصراحة كده يعني لما بيتقال عليه متحف مفتوح للآثار الإسلامية، حقيقي والله فظيع. يعني بصوا روعة البناء. طبعا الكاميرا مش مبينة والله، مش مبينة حجم الجمال. وبعدين في حاجة حلوة قوي، ان المكان لما بتيجي عند المسجد او عند الجامع او الحاكم بأمر الله بتحس بنسمة هوا جميلة مهما كان الجو حر. يعني الجو كان حر قوي، ومع ذلك انا لما رحت ناحية المبنى حسيت بنسمة هوا جميلة قوي. ده باب الفتوح، هندخل دلوقتي جواه عشان اوريهولكم اهو. على فكرة السقف عالي قوي، بس هي الكاميرا ممكن مش موضحة. تقريبا ده ضريح اللي على اليمين ده، بس مش عارفة ضريح مين. بصوا الباب، بحجم الباب، باب الفتوح، يعني هو فعلا باب. كده احنا وصلنا لشارع سيد احمد البنهاوي. الحي ده اسمه حي الحسينية. اوريكم المنظر. بصوا منظر المسجد او الجامع، عبارة عن حصن، مش جامع، حصن حقيقي. برضو برغم الشمس، الجزء اللي عند السور ده هتلاقي برضو في نسمة هوا. بصوا يعني عشان يمكن الضلة. ده بقى جامع او مسجد سيد علي احمد البنهاوي، وده تم انشاؤه سنة 1798. هنا ده معلومات عن باب الفتوح. قلت برضو اصورها لكم، يعني اللي حابب يكبر ويقرا عن الباب. هو احنا عندنا 4 ابواب في القاهرة على ما اتذكر يعني، زويل والفتوح والنصر، هو ده اللي انا فاكراه. رجعنا دي اسمها سكة برجوان، اللي هو اللي انا ما كنتش شايفاها واحنا رايحين، او اللي اسمها حارة برجوان. والمكان ده حلو قوي، انا قعدت فيه، جميل قوي. الديكور بتاعه اسمه مملكة ابو العربي تقريبا، ايوه. الديكور بتاعه حلو قوي. بصوا هو هنا انا رجعت من نفس الطريق بتاع الزلابية اهو. الحارة دي ما كنتش واخدة بالي منها وانا رايحة، اسمها حارة او شارع الخرنفش. وده مكتب بريد الخرنفش اللي انا كنت مصوراه من شوية.
رجعنا لمجموعة السلطان قلاوون، وهنشوف المسجد اللي انا مخدتش بالي منه، او المدرسة كمان اللي هي كانت دار لتحفيظ القرآن، مدرسة وكتاب خسرو باشا. ده يعتبر زمان كانوا بيسموه سبيل، فده من اقدم السبل العثمانية. ودي المشربية اللي انا كنت مصوراها وانا رايحة وما خدتش بالي ان دي كتاب السلطان خسرو باشا. دي امام مجموعة السلطان قلاوون. رجعنا تاني، طبعا يعني مشي عظيم، يعني تقريبا 3 ساعات ونص مشي عشان اصور الحاجات دي، غير الزحام بقى. هقابل مسجد وانا على يميني هنا مسجد السلطان الاشرفي سبري باي، وده لسه ما وصلتلوش التصليحات او مش فاكرة بالظبط اللي هو فيه صدع يعني. ده مفتوح الحمد لله وقدرت ان انا ادخله. السلطان الاشرفي سبري باي هو رقم 32 في دولة المماليك. تم على ايده فتح قبرص، قعد 17 سنة في الحكم. في الوقت بتاعه ازدهرت علوم، وكان عهد رخاء، كان العهد بتاعه عهد كويس قوي. وهو كان عنده من ضمن العلماء التابعين ليه العالم بدر الدين العيني، وكان بيعلم السلطان بيرس باي الفقه واللغة العربية والتاريخ. فانا دخلت بقى وقلت اصور لكم المكان من جوه. المكان جميل بجد جدا، وبرضو نفس نسمة الهوا، سبحان الله سبحان الله وتعالى، اللي مش موجودة بره خالص. وهدوء كأنه المسجد معمول من عازل، لان مفيش اي صوت من اللي بره. اول ما دخلت المسجد سمعته خالص. تحفة معمارية حقيقي. اتبنى سنة 1424 ميلاديا. تم تأسيسه يعني. قعد برضو أخد سنتين في بنائه من 1422 ل 1424. حرفيا المصباح الكبير ده بحجمي أنا شخصيا، يعني انتوا لكم أن تتخيلوا السقف قد ايه والباب قد ايه والمصباح ده، مش عارفة، ده مش نجفة طبعا، ده مصباح كبير جدا يعني. والإزاز الملون ده يعني حاجة عظيمة جدا بجد. كل حاجة في المكان تحفة معمارية، بس ده علشان لسه ما وصلوش اللي هو مش عارفة بيسموها ايه، ان هو التجديد، ان هم يجددوه فسايبينه مفتوح. انما الحاجات اللي متجددة مغلقة تقريبا، والله اعلم بتفتح وقت الصلاة او لا، بس ده مفتوح. المروحة واقفة اهي، وهوا ما شاء الله عظيم. انا لو كنت سبت صوت الهوا كنتوا هتسمعوه. خرجت من المسجد لقيت ما شاء الله مجموعة الطيور دي، فصورتها حلوة قوي. نزلت وخرجت. ده مسجد الغورية. كده طبعا لينا يوم تاني بإذن الله نبقى ندخل الغورية بقى ونبص على الحاجة من بره، لأن طبعا الوقت أزف. أنا ما بقاش فيا، كنت خلاص خلصت خلاص، ما كانش فيه طاقة. برضو مسجد الغورية من المساجد العريقة وليها، سامعين الدوشة عاملة ازاي؟ دوشة فظيعة. دي الحمد لله في جزء كده نسيت الغي فيه الصوت فسبته لكم، يعني حتى ما قررتش ان انا الغيه بعد ما لقيته موجود عشان تسمعوا الدوشة. دوشة فظيعة جدا. بس المسجد قد ايه حجمه ما شاء الله كبير عشان نبقى نتكلم عليه. على يمين يعني خلاص، انا الغورية على شمالي، انا ما دخلتهاش. ده على يميني الشارع اللي هو الازهر، اللي وانا داخله
قلت لكم هخرج منه. لو انا دخلت من شارع بورسعيد وقلت لكم هلف وارجع من الازهر، ده بقى شارع الازهر اللي فيه المفروشات دي. طبعا بدأنا تاني الشكل على التصوير، يعني بدأ الناس تتشاكل معايا على التصوير، تصوري ليه، عايزه ايه، ممنوع التصوير. فبدأت برضو صورت كده مقتطفات الناس اللي هي ما عندهاش مشكله ان انا اصور الفرش والكلام ده. فصورت اجزاء صغيره كده عشان افرجكم على الشارع عامل ازاي، بس هو جميل والله بجد. الكوفرتة دي عجبتني قوي على فكرة واشتريتها، بس اشتريت اللون السيمون بتاعها. ده الكفر بتاع السجاد برضو حلو قوي. وبس كده هنرجع بقى خلاص تمام. ده مسجد يحيى القاضي اللي انا كنت فاكراه زمان وانا صغيره جامع بنات، عشان بنقول جامع بنات وبننزل عنده. وخلاص ده شارع بورسعيد اللي انا دخلت منه وكسرت يمين رحت الموسكي اول لما جيت. وخلاص انا راجعه عشان اروح، هصور بس جامع بنات ونمشي خلاص. هو مسجد الامير فخر الدين عبد الغني. وهو اصلا كان مدرسه لدراسه المذهب الحنفي والمالكي والشافعي. وبيقال انه سمي بجامع بنات لان اللي بناه دفن فيه 7 بنات عذراوات في ركن من اركانه، والله اعلم. دي مقولات، معرفش دي حقيقيه ولا لا، يعني دي معرفش. الكلام ده كان في عهد السلطان الظاهر برقوق. وبكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص النهارده. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير، ويا رب تكونوا استمتعتوا وما زهقتوش مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.